مولاي وسيدي، ليس لي من بعد جاهك مشتكى، ولا ملاذا يسمع من دعا أو يرحم من بكى. فإلى من أفر إن لم تحمني، وبمن أستغيث إن لم تغثني، ومن أدعوه إن لم تجبني، ومن أتضرع إليه إن لم ترحمني، ومن أتملق بين يديه إن لم تقبلني، وباب من أقرع إن تكلني، ومن أتمنع به إن لم تكن لي. صباح الفل والهنا والسعادة على كل حبايبي واصحابي واخواتي اللي بيتابعوني على قناة يوميات أم هنا. حبايبي ربنا يسعد يومكم بنور الإيمان وحب الرحمن، اللهم أمين يا رب، وخلينا أولادنا ويفتح لنا باب رزق من غير ما نعلم ولا ندري، اللهم أمين يا رب العالمين. النهاردة وديت ولادي المدرسة، وأنا وجاي أنا ورحمة بنتي جايبنا إيه معانا فطير، فقلنا إيه نفطر كده ونظبط حياتنا عشان إيه نبتدي يومنا، وأوريكم كل التريكات بإذن الله. في شوية حاجات كده أسرار هقولها لكم هفاجئكم بيها كده يعني في الفيديو بإذن الله. النهاردة أنا وجاية برضو رحت السوق، جبت معايا فلفل وبرنجال والتفاح الأمريكاني الأحمر ده اللي انتوا شايفينه الفلفل الأحمر جميل جدا. ونسيت ايه الكزبرة والبقدونس والشبت للمحشي، فاطلع على الزرع بتاعي وانا هسكت رحت طلعت الزرع بتاعي كده وجبت اياه زي ما انتوا شايفين اهو بعينكم، من اللي انا زرعاه في ايدي ببيتي الحمد لله يا رب. الكزبرة والبقدونس والشبت هنا، وانا زرعه فول برضو، فول اخضر وفلفل فلفل برضو، شجر فلفل لسه طرحش يبقى اوريهولكم. ربنا يا رب يعمرنا بيتنا كده ويفرحنا بكل حاجه. شايفينه بسم الله ما شاء الله الله اكبر، ده من الزرع بتاعي. لو حد حابب يعرف اي حاجه عن الزرع اقولها له، مفيش اي مشاكل. نزرع بيتنا ونخلي الدنيا معانا حلوه كده، والله العظيم الزرع فوق السطح بيدي طاقه كده ايجابيه. فانا غسلت الخضره برضو حلو عشان من التراب والحاجه، غسلتها وجبت بعد ما قورت الخضار بتاعي، ورحت طلعت كيس من البصل المفرز والخلطة السحرية بتاعت اللي انتوا عارفينها بتاعت التوابل اللي انا ما بقدرش استغنى عنها، السبع بهارات دي انا ما بقدرش استغنى عنها. وعايزين بقى ايه التركه اللي هتعمليها في خلطة المحشي يا ام هنا؟ تعرفوا الخلطة، تروحوا للعطار تجيبوا منه خلطة سمك، توابل السمك. يا لهوي على توابل السمك دي، بتودي المحشي في سكة تانية خالص، تحفة. وانا مش عارفة ايه السر بصراحة، بس انا لما جربتها عجبتني جدا جدا جدا. يا ريت تجربوها حبايبي وتشوفوها. انا بصراحة ربنا عجباني وجميلة كده الخلطة دي. حطيت بقى الكزبرة برضو بعد السبع بهارات وخلطة توابل السمك، حطيت فلفل وكزبرة، وحطيت شطة. وطبعا انا بحب لازم الحاجة تتسبك، التسبيكة بتاعتي. وحطيت الخلطة بتاعت ايه المحشي من تحت دي. حطيت الرز وسبته شوية كده يشرب مع الخلطة، وزي ما انتوا شايفتوه حطيت الخضرة برضو، وقعدنا نحشي التفاح الامريكاني اللي انتوا شايفينه اهو شايفين التفاح؟ حد قبل كده حشى تفاح زي ده؟ انا بقى ام هنا فكرة حشيت ده فلفل احمر يا جماعة. بس طعمه اقسم بالله عسل عسل عسل. انا بصراحه ربنا بحب المحشي الفلفل الاحمر اكتر من اي حاجه، انا بحبه وولادي بيحبوه. فانا حشيته. بعد كده تعالى اوريكم نحن نعمل شوربه للمحشي من دول لحمه، ولا شوربه لحمه ولا فراخ ولا اي حاجه. هنجيب حبه الميه عليهم معلقتين من الخلطه بتاعه التسبيكة، معلقتين صلصة والتوابل اللي انت عايزاه، وقرنين فلفل اخضر والملح، وتظبطي حاجتك دي وعلى طماطمايه على بصلايه برضو. دي الشوربة يعني احسن كمان من شوربة الفراخ او اللحمة. وبعد كده بتشربي حاجتك وبتغطيها وبتطلعي حاجتك كده. وكانت غدانا النهارده بسيط والحمد لله يا رب على نعمته علينا. وده عصير جوافة كنت برضو ايه جايباه معايا وضربته للعيال كده عشان يحلوا يعني بعد الغدا.
وكده أقول لكم في رعاية الله وحفظه. ما تنسونيش في اللايك، تنسوش أختكم في اللايك والاشتراك، ويا ريت نفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. واشكر كل حبايبي واخواتي اللي بيتابعوني على طول. ومع السلامة حبايبي.